وبالفعل بدأ فريق من كلية هندسة عين شمس بعمل تصميمات خاصة بشكل المبنى الجديد. قدامكم ده المبنى الجديد بمشيئة الرحمن. شوفوا بقى الشياكة والجمال، حاجة جميلة 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 جدا جدا جدا. عشان كده النهاردة وكمان رئيس اللجنة الهندسية قال إن هو هينتهي خلال 15 يوم من كتابة التقرير النهائي، ومن ثم وجه الوزير المحترم العمري فاروق الشكر لكل من المهندس المحترم شريف عاطف والمهندس المحترم أحمد فارس على إهدائهما تلك التصميمات المتميزة بالمجان. إهدائهما دول المحبين لمصر، ناس مهندسين على أعلى مستوى. بص حضراتكم الاتحاد يبقى شكله إيه. يعني أنا مش عايز أقول رب ضارة نافعة، لأن طبعا ما كناش نتمنى إن هو يتوضب يعني عشان يتوضب بالشكل ده لازم حد يحرقه. لا، أنا كنت ممكن أهده بإيدي، لكن ما حدش يجي يولع لي فيه ابدا، يولع في تراث مصر وينقل، وهو الاخطر، الصوره المسيئه للعالم كله. لكن الشكل اهو قدام حضراتكم، وادي الغرف المختلفه والتصميمات المختلفه، وهيتعمل كوبي من اللي انتم شايفينه ده. يعني الوزير المحترم العمري فاروق قال انه جميع التصميمات الهندسيه اللي حضراتكم شايفينها دي هي اللي هتتنفذ في المبنى الجديد بعد اعاده ترميمه. وكان في لجنة هندسية جت علشان تشوف هل أساساته سليمة، يعني هل الحريق طال الأساسات من عدمه. فأتصور إن يعني إن شاء الله إن مفيش مشكلة في الأساسات.